اتعشم فيهم يساعدوه ويمدوا له ايديهم وهو لسه بيبدأ مشواره الفني. بس منى قالت له انت هتصاحبني ولا ايه؟ واحمد حلمي قال له يا ريت بلاش تتصل عليا تاني، انا مش فاضيلك وعندي شغل. من الاخر اهانوه فعلا، ومن يومها حلف محمد رمضان لازم يبقى احسن منهم، ومش بس يوصل لنجومية، ده يبقى نجم مصر الاول. فتعالوا معايا بقى اعرفكم سر عدم المحبة بين محمد رمضان ومنى زكي وجوزها الفنان احمد حلمي. في بداية مسيرة محمد رمضان الفنية كان لسه كومبارس، مرة يطلع في دور عسكري ومرة يطلع في دور سنيد، لحد ما جات له فرصة دور كويس قوي في فيلم احكي يا شهرزاد مع الفنانة منى زكي، وكان وقتها طالع في دور شاب شغال في محل 3 بنات وبيلعب بيهم لحد ما بيقضوا على حياته. محمد رمضان فرح قوي لما عرف انه هيشتغل مع منى زكي مرة واحدة، وكان كمان معجب بيها جدا وعايز يقرب منها بأي طريقة يمكن تساعده وتاخدها معاه، أو حتى مع جوزها أحمد حلمي في أي فيلم ولا مسلسل. نمبر 1 كان كل شوية يقول لمنى زكي أنا بحب فنك قوي يا أستاذة، أنتي ما فيش زيك، ويا ريت تكلمي أستاذ أحمد حلمي يساعدني في مسيرتي وياخدني معاه في أفلامه. وطبعا بسبب كده قدر محمد رمضان فعلا إنه ياخد رقم أحمد حلمي من منى زكي الشخصي، وبقى كل يوم يرن عليه ويقول له والنبي يا أستاذ أحمد حلمي توصي عليا الأستاذة منى، ويا ريت تشوفني معاك أي دور في أفلامك. أحمد حلمي بدأ يتضايق من اتصال محمد رمضان عليه كل يوم أكتر من مرة، وآخر ما زهق منه قال له خلاص يا ابني وصيت عليك وربنا، وبلاش بقى تتصل عليا تاني خالص عشان ورايا شغل. ساعتها بقى الدنيا اسودت في عين محمد رمضان، وحس وقتها بإهانة شديدة قوي من الفنان أحمد حلمي، وحلف لازم يردها له في يوم من الأيام لو ربنا كرمه بقى نجم. بعدها نجح فيلم احكي يا شهرزاد جامد، وخصوصا دور محمد رمضان اللي كسر الدنيا وخد اللقطة من النجوم في الفيلم حتى منى زكي نفسها. ساعتها حس نمبر 1 ان الدنيا بدأت تضحك، وراح العرض الخاص بالفيلم مع منى زكي وهو نافش ريشه، وكمان حاسس انه نجم الفيلم الاول. وراح بعد الفيلم يسلم على منى زكي، وكان عايز يعمل زي النجوم ويبوسها قدام الكاميرات، بس منى زكي اندهشت جدا ومنعته وقالت له مالك يا رمضان، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ هو احنا اصحاب يا ابني؟ وطبعا رمضان اتقفل منها قفله جامده بسبب الاحراج. فضل رمضان مخزن المواقف دي زي الجمل، وروح يا ايام وتعالي يا ايام، وهوب اصبح نمبر 1 هو نجم مصر الاول، وعمل كمان افلام ناجحه جدا، وبقى اشهر من منى زكي واحمد حلمي، وبياخد كمان فلوس اكتر منهم بكتير. ولما قابل بقى محمد رمضان راح وسلم على كل الموجودين وتجاهل تماما احمد حلمي. ولما العزا خلص شاف حلمي واقف مع مجموعه من صحابه، فراح لعهد عنده وقال له اخبارك ايه يا حلمي، طمني عليك. فاحمد حلمي دمه اتحرق وقال له مالك بتقولي يا حلمي حاف كده من غير يا استاذ، روح اقف بعيد يلا. فقال له محمد رمضان هو انا واقف في بيتك؟ وبعدها مسكوا في بعض والناس سلكتهم من بعض، ولحد النهارده الاتنين مش بيحبوا بعض، لان حلمي شايف ان محمد رمضان دخيل على الوسط الفني، في الوقت اللي شايف فيه محمد رمضان ان احمد حلمي ومنى زكي تخلوا عنه في بدايه مشواره الفني وعملوه كمان زي الزفت. وفي النهايه بقى تفتكروا ممكن في يوم من الايام نشوف الاتنين اتصالحوا وكمان ظهروا مع بعض في فيلم واحد؟